خبر آخر، غادر المنتخب الإسباني العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد الإقصاء المر في الدور السادس عشر من مونديال قطر، وكانت المباراة صعبة بالنسبة لهم حيث وصلت إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلة الترجيح لتحسم الأمور في الأخير، مما أدت إلى إقصاء ومغادرة منتخب لاروخا. انحدروا من الجزائر وتحديدا الجلفة. اسمي في السابق وقبل الانتقال إلى برشلونة كان خميسي، ولكن الإدارة في البرصا غيرته إلى ميسي من أجل الإشهار والتصوير. فالذين بنوا الأزهر الدولة الفاطمية التي انطلقت من المغرب العربي، من الجزائر خاصة، أنها دولة شيعية، إلا أنها هي التي بنت القاهرة وأسست القاهرة. القاهرة عاصمة مصر كانت الفسطاط ولم تكن القاهرة، ولكن الفاطميين هم من أسسوا القاهرة وهم من بنوا الأزهر. رجنا فرنسا وهي مشيتها وحاربناها في كل مكان، حاربناها لنا في الجزائر وحاربناها يعقوبي في عقر دارها. هم معنا الشهداء موجودين لنا وكل شيء، نوض قول لهم راني لنا انت او بخوش. التسعينيات كانت الجزائر تتكلم باسم تولت البشريه. العامه تاع الامم المتحده كلمتنا هي اللي تفوت، وبكلمتنا اللي دخلنا الصين في الامم المتحده. للامم المتحده القوانين الدولي، نعم، الامم المتحده اللي تقرر الامم المتحده احنا نطبقوه. تبون تعرف شكون جده؟ أبا بكر الصديق، جده الأول خالد بن الوليد سيف الله المسلول. قال المتواجد بالمغرب جبلا جزائريا، وقد تم نقله من تلمسان. أكدوا على أن جبل التبقال كان يقع في سلسلة طرار بولاية تلمسان قبل نقله إلى منطقة حائط البوراق بن سيدي بومدين في حي المغاربة، حجرة والحجرة تاعنا نروح نحرر الصور. ليج جزائري هو في قلعة بني حماد في المسيلة، يعني اللي يحب يشوف الزليج على أصل يروح قلعة بني حماد يلقى هذا الزليج موجود لحد الساعة. أكيد مازال موجود، مازال ولكنه في اندثار. بني حماد يلقى هذا الزليج موجود لحد الساعة. أكيد مازال موجود، مازال ولكنه في اندثار. أكبر دليل هو موجود حاليا في متحف اللوفر بفرنسا، اللي هي قطعة من الزليج مأخوذة من قلعة بني حماد والمسيلة. ماروكو لعب تاع المغرب هذاك اوتسينيا في مارسيل، وناحي يعني في دافع هذاك. هل ترى بأن المغرب تستحق التأهل للدور النصف النهائي؟ والله ما تسحق. والله أنا لماذا؟ والله يا يوسف فوتباليستيك والله ما كانوا في المستوى. كنتكلموا عليه اليوم اللي هو قبل 1600 سنة. احنا صممنا هذا القميص قبل 1600 سنة. اليوم اللي هو قبل 1600 سنة. احنا صممنا هذا القميص قبل 1600 سنة. يدوا الحمضيات نتاعنا ويديروا فيهم ليزيتيكات باسم دولة أخرى هو نتاعنا، باش اللي يشرى يظن باللي هذيك الدولة تنتج حمضيات بالآخرين. الأرقام التي نستخدمها الآن هذا 1 2 3 يعني نسمي 1 2 3 هذا نسميوه اللي نعتبرها هذه الأرقام أيضا تم اختراعها في بجاية. اللاعب هذا ميسي على حسب معلومات التوعية يقول لك الأصل تاعو جزائري. كاميرا واوا يقول لك واقيل عنده جنسية، عنده لي غاسين تاع الجزائر. أنا باشا واوا، أنا باشا. ديروا النية معنا. من قلدوا اليوم المغرب؟ قلدوا الجزائر يا رجل، قلدونا في بالماضي الذي فزنا به بكأس إفريقيا يا أستاذ حكيم، شئت أم أبيت. الأطلس نتاعي يدوه ولا ما يدوش يبقى تسمية أسود الأطلس محمد التي يتبناها المنتخب المغربي هي في الأصل لو نعود للتاريخ للأصل هي تسمية جزائرية. روزي وتازيكا لبؤتان منحتا العام الماضي 5 أشبال من أسود الأطلس لحديقة الحيوانات بالرباط. أصغر هذه الأشبال أبصرت النور قبل 4 أشهر. ماكرة على منصة فيسبوك نشرت صورته مع تعليق
فخر الجزائر، فاخترعوا له سجلا من اللعب مع أندية جزائرية، فقالت إنه كان يلعب مع مولودية وهران سابقا. وعندما زادت الانتقادات وانهالت التوضيحات، نشرت صفحات أخرى صورا لياسين بونو في طفولته وهو يلعب مع وداد تلمسان وهو في جيل الأشبال. كتب ابن خلدون الصبنة ديت خاص اللي يعني بالأدلة والبرهان أنه الكسكس جزائري. الجزائري زياش الجزائري زياش تقال له قفطانسي الجيريان، ما عندنا ما راهو فتوى قفطانسي الجيريان كان جزائري. هنا انا قلت لازم نشد فيها هذه، ولكن العالم كله يظن باللي اركان موجود غير في المغرب وهو غير صحيح. قال المتواجد بالمغرب جبلا جزائريا، وقد تم نقله من تلمساتنا أكدوا على أن جبل التبقال كان يقع في سلسلة طرارة بولاية تلمسان قبل نقله إلى منطقة مراكش بالمملكة المغربية. حائط البوراق بن سيدي بومدين في حي المغاربة، حجرة والحجرة تاعنا نروح نحرر الصور. ليج جزائري هو في قلعة بني حماد في مسيلة، يعني اللي يحب يشوف الزليج على أصله يروح لقلعة بني حماد يلقى هذا الزليج موجود لحد الساعة. أكيد مازال موجود، مازال ولكنه في اندثار. بني حماد يلقى هذا الزليج موجود لحد الساعة. أكيد مازال موجود، مازال ولكنه في اندثار.